إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يحذرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكريمة من الانشغال بجمع الأموال وتكثيرها عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونظل هكذا حتى ينزل الموت بساحتنا، حتى زرتم المقابر. وقال تعالى في أواخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيجب على الإنسان ألا ينشغل بتكثير ماله عن طاعة مولاه، وهذا الفعل فعل خاطئ. قال تعالى: كلا، أي هذا الأمر الذي تفعلونه ليس بصحيح، إنه خاطئ. انشغالكم بأموالكم وتكثيرها عن ذكر مولاكم سبحانه وتعالى فعل خاطئ. كلا كلا سوف تعلمون، أي إذا زرتم المقابر. وعبر الله سبحانه وتعالى بلفظ الزيارة دليل على أن مكثنا في القبور فترة وجيزة، لأن الزائر لا يطيل، يزور ثم يرجع سريعا. وهذه الآية دليل على البعث والنشور، أي أن الأموات لا يقيمون طويلا في قبورهم، بل يرجعون وينشرون إلى ربهم يوم القيامة لحسابهم. كلا سوف تعلمون، أي إذا أدخلتم القبور. ثم كلا سوف تعلمون يوم النشور، وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة من الناس التي انشغلت بدنياها عن أخراها. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون علما حقا يقينيا ما فعلتم هذا الفعل الخاطئ غير الصحيح. لترون الجحيم، أقسم الله تعالى أننا سنرى الجحيم بأم أعيننا،
قال تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم لترونها عين اليقين، أي إذا أدخلت هذه الطائفة المنشغلة بدنياها عن أخراها إلى الجحيم رأت النار بأم عينها. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم الذي شغلك أيها الإنسان عن طاعة الله ستسأل عنه حتى لو كان قليلا. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر وابن التيهان في بستان ابن التيهان: هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وأشار إلى رطب وبسر وماء بارد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وروى البخاري رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.